الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مجال المقاولات والمجال اللي فيه أكتر فرص عمل، ووضحنا فرص العمل دي باستفاضة. وفي الفيديو ده هنبدأ أول مرحلة من مرحلة بداية المشروع، وهي اللود استيميشن. ودي مش مجرد رقم بكود تجيبه وتضربه في الاريا ومبروك أنت كده خلصت زي ما الأغلبية فاكر، لا، دي ليها كذا مرحلة. اللود استيميشن ببساطة دي اللي أنا بيبقى عندي حتة أرض فاضية مفيش اصلا مشروع، وانا اللي بحاول اتوقع فيها الاحمال بتاعتي قبل بدايه المشروع، واعرف انا محتاج ترانسفورمر قد ايه وغيره عشان احدد الاحمال بتاعتي، وابتدي اخاطب شركه الكهرباء عشان شركه الكهرباء تحدد لي المصدر اللي انا هغذي منه الاحمال بتاعتي، سواء كان ترانسفورمر لو انا احمالي عدت ال 500 كيلو فولت، او هربط مع حد من جنبي لو الاحمال بتاعتي اقل. ولازم الدراسه دي تبقى صحيحه عشان لما اجي اقارنها بالاحمال الاكزاكت اللي طلعت عندي تبقى قريبه منه، وما يبقاش الترانسفورمر عندي اوفرلودد والعمر الافتراضي بتاعه يقل. او اروح لشركه الكهرباء بعد ما تعاقدت معاهم واقول لهم الاحمال بتاعتي زادت، ويحصل معايا مشاكل من زياده التكلفه وغيره. يعني انت بعد ما تتعاقد مع شركه الكهرباء لو اتعاقدت على رقم وبعد كده الرقم ده قل فمفيش مشكله، انما المشكله الاكبر لما تتعاقد على رقم وتروح تطلب منهم رقم اكبر، هنا بيبقى فيه زياده وفي تكاليف اضافيه. وهنعرف برضو اللود استيميشن ده ممكن اعمله مره واحده ولا ممكن اعمله كذا مره، وهنتكلم برضو عن انواع اللود اللي عندنا وليه اصلا انا بعمل لود استيميشن. ما استنى لما المشروع يخلص وبعد كده احدد الاحمال واجيب المهمات الكهربائيه بتاعتي. والشرح هيكون من الاكواد زي ما اتفقنا عشان المهم الكونسبت مش الارقام وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المهندس عمرو رمضان، وده ذا إلكتريك واي، ودي القناة اللي بنتكلم فيها عن كل ما يخص مجال الكهرباء سواء للفنيين أو المهندسين أو أي حد مهتم يدخل المجال. فلايك للفيديو واشتراك في القناة ويلا نكمل الطريق مع بعض. في كذا مصطلح هوضحهم في البداية عشان في ناس كتيرة بتسأل عليهم وهنحتاجهم برضو معانا في الشرح. أول تعريف معانا وهو كونكتد لود، وده ببساطة لو أنا عندي 10 كشافات وكل كشاف بيسحب 150 واط، فكده الإجمالي 150 في 10 1500 واط شغالين مع بعض في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، فده يبقى التوتال كونكتد لود. طيب لو أنا عندي مثلا 10 سوكيتس ومجازا للسوكيتس الواحد 150 واط برضو كذلك، فأنا كده عندي 1500 واط شغالين برضو في نفس الوقت وفي نفس اللحظه. طب تعالى نفكر كده مع بعض، هل منطقي ان كل الاحمال دي تبقى شغاله مع بعض في نفس الوقت وفي نفس اللحظه؟ اكيد لا. يعني ممكن في الاناره مثلا يبقى عندي احتماليه ان كل الاضاءه تبقى شغاله في نفس الوقت لو انا عندي مثلا شركه شغاله كذا شيفت. اما بالنسبه للسوكيتس مثلا فاحتمالها هيبقى ضعيف شويه ان كل السوكيتس تبقى شغاله مع بعض، فانا بحتاج الجا لمعامل او فاكتور عشان خاطر يقلل لي النسبه دي عشان ما ازودش على نفسي الكوست بتاعه المشروع. فبرجع لحاجه اسمها الديماند فاكتور عشان يبقى الكالكوليشن بتاعي يبقى صح. والرقم ده انا بجيبه والكود ده بيبقى عباره عن كذا مشروع اتعمل له استيميت قبل كده وفعلا حسبوا الاحمال الاكزاكت وطلعوا الرقم ده، فهم بياخدوه كده تقريبا بالقياس على كذا مشاريع تمت قبل كده. يعني مثلا اللايتنج بيبقى ليه ديماند فاكتور معين، والباور سوكيتس كذلك ليها ديماند فاكتور معين، واي حمل عندي في المشروع سواء كان اتش فاك او غيره بيبقى ليه برده كذلك رقم ديماند فاكتور معين. وفي النهايه بجمع الارقام دي كلها مع بعض سواء كان باور او لايتنج او اتش فاك وبيديني رقم توتال في النهايه. الرقم ده اللي انا بعمل عليه السايزنج للترانسفورمر او الجنريتور. وخلينا متفقين زي ما اتكلمنا ان السايزنج بيتم على التوتال ديماند لود مش التوتال كونكتد لود. طب انا في اللود استيميشن هيبقى ايه المعلوم معايا؟ احنا اتفقنا ان احنا هيبقى معانا التوتال كونكتد لود وبضربه في الفاكتور اللي انا جبته اللي هو الديماند لود، فبيدينا حاجه في الاخر اسمها ماكسيمم ديماند لود، ودي اللي انا بشتغل عليها. خلي بالك ان في تريكايه هنا، ممكن الكود يديك الديماند على طول ما يدكش التوتال كونكتد لود، فما بضربش هنا في حاجه، وده اللي بيفرق حد شاطر عن غيره. طب دلوقتي انا بقى عندي ماكسيمم ديماند لود لللايتنج وماكسيمم ديماند لود للباور وماكسيمم ديماند لود للاتش فاك، وكل حمل عندي في المشروع تاني هيبقى ليه ماكسيمم ديماند. طب هل ده معناه ان كل الماكسيمم ديماند لود ليهم هيبقى في نفس الوقت؟ يعني مثلا لو الماكسيمم ديماند لود لللايتنج الساعه 12 الظهر، هل ده معناه ان الماكسيمم ديماند لود للباور كذلك هيبقى الساعه 12 الظهر؟ اكيد لا. عشان كده بحتاج فاكتور كمان مهم وهو الدايفرستي فاكتور، وده برضو بجيبه من الكود كذلك. فانا دلوقتي بجمع كل ماكسيمم ديماند لود لللايتنج وللباور وللاتش فاك وكل الاحمال اللي عندي، بعد كده بضرب في دايفرستي فاكتور ويديني الرقم النهائي. دلوقتي في ملحوظه هقول لك عليها، ان احنا اتفقنا ان انت بعد ما تخلص الاحمال دي كلها بتاخد دايفرستي فاكتور لكل كتوتال. طيب بالنسبه للود استيميشن انت ممكن ما تبقاش مخلص نسبه كبيره في التصميم او انت شغال على حته ارض بس، فانت مش هتعرف تاخد دايفرستي فاكتور، لان الدايفرستي فاكتور اللي في الكود بيقول لك لما يكون عندك عدد الفيدرز كذا خد دايفرستي فاكتور كذا، او لما يكون عندك مول كتوتال خد دايفرستي فاكتور ليك كذا، او مستشفى كتوتال دايفرستي فاكتور كذا. وانا في اللود استيميشن
لو انا حته ارض زي ما احنا بنتكلم فانا ممكن ما يبقاش معايا الاوبشن ده، فانا بضطر امشي بالماكسيموم ديماند. الا بقى لو انت رحت لشركه الكهرباء وليكن مثلا شركه شمال القاهره او غيرها، اي شركه كهرباء في المنطقه اللي انت تابع فيها، وقالت لك الدايفرستي فاكتور عندي في المكان الفلاني وليكن مثلا 8 من 10، فانت كده ببساطه في اللود استيميشن هتمشي على الماكسيموم ديماند لود زي ما اتفقنا. لو عندك امكانيه او معلومه اللي انت تروح شركه الكهرباء وتجيب منها الدايفرستي فاكتور في المكان اللي انت فيه، فاضرب في دايفرستي فاكتور كمان. ما كانش اشتغل بالماكسيمم ديماند لود. ممكن بقى حد يسالني السؤال اللي اتكلمنا عليه في الاول، انا ليه اعمل كل ده والمشروع لسه حته ارض؟ بستنى لما المشروع يقف على رجله وبعد كده احسب الاحمال اللي عندي واروح اتعاقد واخاطب شركه الكهرباء. اول حاجه معايا ان المهمات الكهربيه محتاج اعمل حسابها في المعماري وهو بيعمل التصميم، زي الار ام يو والجنريتور والترانسفورمر وغيره، فانا بحتاج مكان ليهم اصلا في التصميم. ساعات برضو الاونر بتاع المشروع بيبقى محتاج يعرف التكلفه المبدئيه للمشروع، فانا محتاج اعرف ايه هي المهمات الكهربائيه اللي انا هحتاجها قبل ما المشروع يتعمل عشان خاطر اديله السعر بتاعه. كذلك برضو لو انت بتعمل استيميت لمدينه كامله، فانت ممكن تحتاج سب ستيشن جنب المدينه دي، فلازم تعرف شركه الكهرباء هل هتقدر توفر لك حاجه زي كده ولا لا. وكل ده طبعا قبل ما المشروع يتم او تبدا تصميم فيه. في احمال معينه لازم اخد بالي منها وانا بعمل اللود استيميشن. اولها احمال اللايتنج، سواء كان انترنال او اكسترنال لايتنج، والارقام دي انت بتاخدها كرقم جنرال كده من الكود. بعد كده احمال الباور اللي عندي والاتش فاك، فلازم اتاكد ان الرقم اللي انا باخده من الكود ده انكلود الاتش فاك واللايتنج والباور، مش اللايتنج والباور بس زي اغلب الاكواد. وكذلك برضه لازم اخد احمال البلمبنج والفاير والاليفيتور وغيرهم من الاحمال، وكل دول يندرج تحت بند الميكانيكال لود. وكذلك لو عندي احمال لو كرنت فانا باخد برضو الاحمال دي من المهندس المختص بيه. وكذلك بيبقى في احمال سبيشال عندي في المشروع، بشوف دي هتقدر تاخدها من الاكواد ولا هتاخدها من المهندس المختص. ويلا نبدا كده، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نخش على الكود المصري. الكود المصري عندنا الموضوع فيه بسيط، هو بيقسم المباني لمباني بيزيد ارتفاعها عن 15 دور ومباني لا يزيد ارتفاعها عن ال 15 دور، وارتفاع المبنى لا يزيد عن مره ونص من عرض الشارع. يعني لو عرض الشارع 10 متر فارتفاع المبنى كله مش هيزيد عن 15 متر بمعدل ان الدور 3 امتار. وكده كده المعماري وهو مصمم المبنى بيبقى عارف المبنى كام دور. الجدول اللي قدامنا ده للمباني الاقل من 15 دور. وهنا زي ما اتكلمنا ان الكود المصري مديني ماكسيمم ديماند لود مش كونكتد لود. وقسم المباني لمباني سكنيه ومباني اداريه، يعني اي حاجه غير المباني السكنيه سواء كان مستشفى او فندق او غيره هنعتبره ان هو مبنى اداري. عشان كده عندي الرينج ده كبير قوي اللي هو من 6 ل 12 كيلو فولت امبير، بمعنى اني هضرب ال 6 في 1000 عشان احول لفولت امبير، بعد كده اقسم على 100 عشان اجيبها للمتر مربع الواحد. يعني هتلاقي الرينج معاك لكل متر مربع من 60 ل 120 فولت امبير لكل متر مربع. انت متخيل الرينج قد ايه؟ يعني انت لو اشتغلت ان المستشفى 60 هتبقى طبقا للكود صح، في حين ان المستشفيات ممكن تعدي ال 120 اصلا. بس عامة شركة الكهرباء مش هتقبل منك أقل من 60، بس أكتر من 120 عادي. وعشان كده ساعات بلجأ لل NEC أو أروح لستاندرد زي ال IEEE أو ال IEC. تعال نروح للمباني الأكتر من 15 دول، فهو مش مقسم السكني فاخر أو غيره، هو قال لك السكني من 8 ل 10 والإداري 12 كيلو فولت أمبير. ده كده الكود المصري، تاخد الرقم ده وتضربه في الإيرور وخلصت. بس ده طبعا مش هيبقى أكوريت، لازم تروح لحاجات تانية عشان يطلع معاك الرينج اكوريت اكتر. عامة لو بتعمل حاجة سكنية تقليدية خد الارقام من الكود مش هيفرق معاك، اما لو مباني تانية فلازم تروح للاكواد او للستاندر التاني. والامثله اللي موجوده في الكود هسيبها لك بالحل بتاعها في قناه التليجرام. هنتكلم دلوقتي عن الاي تريبل اي، وهنبدا بجزئيه اللايت. والاي تريبل اي بيقول لك ان حمل الاناره في المباني المختلفه بيبقى من 3 ل 6 فولت امبير لكل فيت سكوير. خد بالك، وعشان احول من الفولت امبير لكل فيت سكوير لفولت امبير لكل متر سكوير بضرب الرقم اللي عندي في 11، وساعات بيديك الارقام بالوات، فدي التحويله بتاعه الوات. يعني احول من وات لكل فيت سكوير الى فولت امبير لكل متر مربع. تقريبا هضرب في 13 و75 من 100. وخلي بالك ان الاي تريبل اي هيديك كل ارقام اللايتنج بالوات، وهنا برضو الارقام دي هتعتبرها ديماند لود لان هو ما ادكش اي فاكتور تضرب فيه، فهتعتبرها انها ديماند لود. بعد كده الباور برضو الاي تريبل اي بيقول لك ان انت هتحدد احمال الباور طبقا للمكان اللي هتبقى فيه، وهي طبعا زي ما اتكلمنا مش هتشتغل مع بعضها في نفس الوقت. يعني اللايتنج قلنا ممكن الديماند بتاعها بواحد، انما احمال الباور الديماند بتاعها هيبقى اقل، وليكن مثلا 5 من 10 او 6 من 10. وهو هنا مش مجمع احمال اللايتنج والباور على بعضها، هنا هو حاطط
لكل حمل رقم منفصل، ودي الميزه بتاعت الاي تريبل اي عشان لو انت عايز تجيب رقم كل حمل لوحده. تعالوا كده نتكلم نبذه سريعه عن الكود السعودي قبل ما نخش في الحسابات بتاعتنا وعشان النظري ما يطولش عنك. بس عامه الكود السعودي بيقسم كل فئه من المنشات لسهات او كاتيجوري، يعني مثلا السكني سي 1، ولو محلات سي 2، ولو فنادق تبقى سي 3، لغايه لما يخلص المباني كلها. وكل سي طبعا ليها الاستيميت بتاعتها منفصل. وفي طريقتين لتقدير الاحمال. اول حاجه الاريا لود ميثود، الثانيه الديكليرد لود ميثود. الاريا لود ميثود دي بيندرج تحتها المباني السكنيه، وبيقول لك ملحوظه ان ده لو هيبقى مبنى سكني بس هيبقى فيه احمال زياده او احمال سبيشال، ما تعملوش بالطريقه دي، وروح اعمله بالطريقه الثانيه اللي هي الديكليرد لود ميثود. وخلي بالك انت ما بتشتغلش على البيلت اب اريا او الكفرد اريا، انت بتشتغل على الاريا بتاعه المبنى نفسه، المساحه الفعليه اللي المبنى اتبنى عليها، وبتشيل منها اي فراغات داخل المبنى. يعني لو معاك باركينج او جاردن خارج المبنى ما بتحسبهمش، ولو معاك فراغ جوه المبنى نفسه كذلك ما بتحسبوش من ضمن الاريا. الطريقه الثانيه اللي هي الديكليرد لود ميثود دي بتبقى لبقيه المنشات، مصنع، مستشفى، فندق، وهنا هو بيقول لك ان هو هيديك ارقام اللايتنج والسمول باور بس، اما باقي الارقام لازم تاخدها من الشخص المختص نفسه، سواء كان احمال اتش فاك او احمال ميديكال او احمال غير. يعني لو عندك مصنع فيه مكن فانت بتروح للشخص المختص وتاخد منه احمال المكن ده. وخد بالك ان الكود السعودي هنا بيديك توتال كونكتد لود، وبيديك ديماند فاكتور تطبقه عليه. يبقى كده خلاصه اللي قلناه، ان اول مرحله معايا في اللود استيميشن بحسب الاريا بتاعت المبنى، ولو هو حاجه تقليديه او حاجه سكنيه هكتفي بيه وهمشي بالكود المصري. اما لو مصنع او مستشفى او حاجه سبيشال وفيها معدات هستنى المعماري يخلص حوالي اكتر من 80% من الديزاين بتاعي. بعد كده هعمل استيميت لاحمال الباور او اللايتنج من الجداول اللي اتكلمنا عليها، والجداول دي موجوده معاك في الكود السعودي في الاي تريبل اي في اي سورسز انت عايز تروح. ولو انا عندي امكانيه اروح للمهندس المختص اخد منه احمال الاتش فاك والفاير، ولو في بامب او غيره اخد منه الاحمال. احنا في المثال اللي هنشرحه دلوقتي هنشتغل بطريقه الكود المصري لغايه لما نخلص المبنى ونطلع الاحمال بتاعتنا. بعد كده هنعيد اللود استيميشن تاني بطريقه الارقام في اخر الكود عشان الناس تبقى شايفه الارقام اللي بنطلعها من الجدول قريبه من الاحمال الاكزاكت اللي عندنا اللي احنا صممنا عليها، ويبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. تعالى دلوقتي هنروح للمبنى بتاعنا وهنعمل امر اري وهنجيب المساحه. والمساحه اللي انا بجيبها دي مساحه دور، والمبنى عندي فيه جراوند وفيرست وسكند وروف، فهنعمل نفس الامر ده في كل دور، وهتدوس انتر في الاخر هيطلع لك المساحه. ودي كده المساحات اللي عندي هضربها في الرقم اللي طلعناه من الكود، فهيبقى 1800 في ال 12 من 100، ودي كده احمال الثلاث ادوار. طبعا اضرب الرقم ده في 3، واحنا خدنا ال 12 هنا بالكود ان احنا عندنا ده اداري. وبالنسبه للروف بيبقى اقل، الاحمال بتاعته اقل، فنقدر ناخد الرقم الاقل اللي هو الست. فكده هيبقى الروف عندي مساحته 1500 في 6 من 100. الرقم اللي عندي ده اجمالي احمال اللايتنج والباور اللي هو 738. اروح اخد احمال التكييف والاليفيتور والبامب اللي عندي من الميكانيكا هيبقوا في رينج ال 547 كيلو فولت امبير. يبقى الاجمالي اللي عندي كده 1285 كيلو فولت امبير. احنا اتفقنا ان الاحمال دي مش هتشتغل كلها مع بعض، فبروح اشوف الدايفرستي فاكتور من عند شركه الكهرباء، وغالبا هيبقى في رينج 8 من 10. ف 8 من 10 في 1285 يبقى انا كده محتاج 1028. يعني انا محتاج ترانسفورمر 1 مليون. والمصادر اللي اتكلمنا عنها والجداول واي داتا هتحتاجوها هتلاقوها في قناه التليجرام، اللينك بتاعها في وصف الفيديو. والفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا في اللايتنج. والسلام عليكم.